بنت هذا البناء هي عائلة حمود، وهي عائلة مغربية الأصل. الآن بستولوا عليها هلا. ولا شك أنها عائلة غنية. وين جسمه؟ وقدومها إلى صيدا كان له أثر إيجابي جدا على المدينة. كل الأبنية الموجودة في هذا الحي هي نتيجة حضور ووصول هذه العائلة. مدينة صيدا يقال أنه حدودها كانت إلى هذه الجهة، فهم الذين أنشأوا هذا الشارع إلى اليوم اسمه حي الشارع، وهم الذين بنوا إضافة إلى هذه المدينة. واحدة من هذه الإضافات المكان اللي نحن موجودين فيه، اللي هو كان مكان لعيش عدد من أفراد هذه العائلة، هي عائلة كبيرة جدا. إلى الأمام قليلا هناك قصر آخر سنزوره إن شاء الله، وهو أيضا مبني من قبل هذه العائلة. عدد كبير من المساجد اللي موجودة في المدينة أيضا هذه العائلة بنتها. عدد كبير من المدارس أيضا هذه العائلة بنتها. لكن حصل أمر إيجابي وسلبي، إنه هذه العائلة في أيام العثمانيين كانت على وفاق ووئام مع الدولة العثمانية، فأعطيت مساحة من الحرية لبناء هذا القصر والقصور الأخرى، المدارس، المساجد. ولكن في مرحلة ما وقعت مشكلة بينها وبين السلطة العثمانية، فأراد أهل السلطة في الدولة العثمانية مصادرة أملاك هذه العائلة. فسامع يا دكتورة نايلة، فبذكائهم حولوا عدد كبير جدا من ممتلكاتهم إلى وقف. فالآن دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا هي من أغنى دوائر الأوقاف بسبب هذه العائلة المغربية. عدد كبير من المساجد، عدد كبير من المباني والصروح هي بسبب هذه العائلة، كاستثمار شخصي ممكن أو اهتمام شخصي، لكن بسبب هذه الحادثة تحولت إلى وقف إسلامي. أما عن المكان حاليا هو ليس سكنا. خلي صديقتنا تتحدثنا عنه شو عم يصير.